الاهلي وصن داونز. قبل ما نظلم كولر ونحمله المسؤوليه كامله في منظومه الدفاع اللي لعبها في ماتش العوده امام صن داونز، خلينا نقول حاجه واحده بس بسيطه، ان صن داونز هو عقده الاهلي في افريقيا كلها، هو اكتر فريق هزم منه الاهلي واكتر فريق اتعادل مع الاهلي في افريقيا بالكامل. فيبقى التوقعات بالنسبه للفوز على صن داونز بتقل كتير قوي مقارنه باي فريق تاني هيقابل الاهلي المصري في افريقيا بالكامل كلها. دي اول نقطه. تاني نقطه، السؤال هنا بقى، ليه الاهلي لو ما لعبش منظومه دفاعيه؟ عندنا هجمات مرتده خطيره جدا من صن داونز مع لعيبه في غايه السرعه، فكان الموضوع هيبقى فارق كتير جدا باهداف. فالمنظومه الدفاعيه دي هي منظومه مش سيئه ولا حاجه، يعني انا لو فتحت لعب انا هستقبل. اذا كانوا هم هاجمين بطريقه خطيره وعاملين هجمات وعاملين استحواذ وتسديدات على المرمى كتير وغيره وغيره، واحنا عامل منظومه دفاعيه، امال لو انا فتحت لعب كان ايه اللي هيحصل في الدفاع؟ خلينا نتكلم بقى عن ميزات الدفاع او اللعب الدفاعي امام فريق زي صن داونز. اولا، اجمالي التسديدات بالنسبه للاهلي 10 مقارنه ب 8 لصن داونز، يعني انا برضو عندي نزعه هجوميه مش سيئه. الاخطاء اللي وقع فيها كولر انت هتعرفها في اخر الفيديو، وده كان سبب الهزيمه. التسديدات على المرمى 3 للاهلي 3 لصن داونز. هنا النقطه عدد التمريرات الصحيحه للاهلي هي 265 تمريره صحيحه مقارنه بعدد التمريرات الصحيحه لصن داونز 442 تمريره حاسمه. عدد الهجمات 22 هجمه 122 هجمه للاهلي و181 هجمه لصن داونز. تخيل حتى تصديات الحراس ان الشناوي اتصدى 3 مرات في حين ان صن داونز اتصدى مرتين. انت منظومه دفاعيه والاهلي متشاط عليه 3 شايلهم الشناوي. طيب لو فتحنا لعب ما اعتقدش احنا ممكن كنا نوصل لمرحله ان الثلاثه دول يتحط جنبيهم صفر ويبقى 30. متخيل الموضوع كان رايح لفين؟ طيب نروح بقى على التشكيله. الاهلي كان بيلعب بتشكيله 3-4-2-1، هجم يعني راس حربة صريح واحد فقط في الهجوم بيعاونوا الاثنين اللي تحتيه، ولكن نتيجة كده احنا جبنا هدف وحيد ولعبنا بعد كده لعب دفاعي.